ما تانفيستي في حتى شي بروكر قبل ما تشوف هذا الفيديو هذا. في هذا الفيديو ان شاء الله غنتعرفوا على البروكرز اللي هما مزيانين اللي تقدروا انكم تانفيستيو فيهم فلوسكم بلا حتى شي خوف واللي يكون فيهم سبريد زوون، واهم حاجه هي الثقه. اول بروكر هو اكس ام. هذا البروكر هذا انا جربته شخصيا، لقيت فيه بلي فيه سبريد اللي هو طالع بزاف، ما تقدرش انك تداول فيه، صعيب بزاف انك تداول فيه. ثاني حاجه ماشي ثقه، يقدر في لحظه انه يطرى لك سليبيج. الناس ما عارفينش شنو هو سليبيج او لا سليباج. بروكر او الشركه تاع التمويل ما كتحترمش لك ستوب لوس، كتضرب ستوب لوس وكتفرعوا، يعني بحال قلتي ستوب لوس كاين بحال ما كاينش. يعني هذا البروكر هذا انا ما ننصحكمش به، ماشي ثقه، ودوك الاغراءات ديالو ما خدامينش، يعني بروكر زيرو. بالرغم من انهم كانوا صيفطوا لي في الايميل على اساس اني باش ندير معهم افيلييت، وكانوا صيفطوا لي في لينكدين، ورغم ذلك ما تنهضر فيهم بالخايب لانه فريمون بروكر خايب وما خدامش. فبالنسبه للبروكر الثاني اللي هو الاف اكس برو، هذا البروكر هذا الاخوان حتى هو ما ننصحكمش به، لانه شوفوا انا غنعطيكم من الاخر باش ما نطولش عليكم الهضره ونكثر عليكم البروكرز بزاف، لانه كاين بزاف ديال البروكرز. اي بروكر كان كيف ما كان نوعه ولا الشكل تاعو، انت غادي تمشي لينكدين او لا غادي تمشي لي كومونتير في انستغرام، شوف مثلا سول الناس اللي هما خدامين فيه، سول كذا تعرف، خذ واحد المعلومه على البروكر بعدا مزيان، عاد ديبوزي فيه. ما تكونش انت كبش فداء مع يقول لك مرض البروكر مزيان راه كذا، بقيتي سبونسوري فيه تجي انت وتحط فيه فلوسك. لا، شوف الناس اللي هما ديجا بدا ديبوزاو فيه وكذا، وقول لهم ديك الساعه واش هذا البروكر هذا واش مزيان ولا لا. لقيتيه ما هو هذاك الشيء وفيه كثره الشبهات، عطيه اتساع. غندوزو دابا للبروكر الثالث اللي هو لايت فاينانس. هذا البروكر هذا ما عمرني جربته صراحه، وانما كانوا جوج ديال الناس كنعرفهم هما اللي جربوه، ولكن باش نختصر عليكم هذا الصداع هذا كامل، انا عندي جوج ديال البروكرز اللي انا دزت منهم شخصيا، وكنقدر انني نديبوزي فيهم بكل راحه بلا حتى شي حاجه. غادي يبقى شي عامين وانا كنتريجي فيهم، ما عمرني لقيت فيهم شي مشكل. انا غادي نبارطاجيهم معكم دابا، ونصيحه من عندي اي بروكر عجبكم وبغيتي تخدموا فيه، دير واحد الكونت اللي هو ديمو، دير ديبوزيت ديال داكشي اللي انت بغيتي ديبوزي. مثلا باغي دير $50 دير ديمو ديال $50، باغي دير $100 دير ديمو ديال $100. شوف سبريد ديال داك البروكر كيفاش داير، واش مناسب ليك ولا لا، لانه راه واخا ديمو راه كينطبق داكشي اللي كيكون في الديمو كينطبق على الكونت ريال. المهم انا اللي جربتهم راه بالنسبه للديبوزيت راه تيكون بخير، بالنسبه للويدراول او للباي اوت راه كيوصلك في يومين 3 ايام، الا تعطلوا 5 ايام حتى لسيمانه. فهاد البروكر هادو راه واعرين بزاف، انا غنبارطاجيهم معكم دابا. فبالنسبه لاول بروكر اللي هو اكسنس، هاد البروكر هذا واعر بزاف، وخصوصا انا درتي فيه كونت ستاندار. كيولي الكونت اول حاجه ما كيقطعوش لك السواب، وحنا كيف كنعرفوا بان السواب راه حرام، فهاد البروكر هذا فيه هاد الميزاجي زوينه. الحاجه الثانيه الكوميسيون، هاد البروكر هذا تاع اكسنس ما كياكل والو في الكوميسيون. والحاجه الثالثه اللي هي سبريد اش غنقول لك، الا درتي واحد لا كومباريزون ما بين البروكرز كاملين غيبان لك بان البروكر تاع اكسنس فيه سبريد اللي هو قليل بزاف، ما كياكلش سبريد بزاف بحال اكسنس بحال اكس ام عفوا، بحال البروكرز الاخرين، وانما هاد اكسنس هذا كيكون كياكل هي شويه في السبريد، حتى هي الطريقه الوحيده اللي كيربح معاك فيها هو. وكاين البروكر الثاني اللي هو الاي سي ماركت، هذا البروكر حتى هو راه واعر بزاف، حتى هو انت كتقدر انك تختار الا بغيتي كونت ستاندار، حتى هو نفس الشيء بحال اكسنس. هذا البروكر هذا انا كنت خدمت به صراحه من 2023 او ما 2022 هكا تقريبا، خدمت فيه عجبني بزاف هذا البروكر هذا. صافي من تما وليت تحولت للاكسنس، هو فاش بقيت خدام وهو فاش استمريت. فهادو هما جوج ديال البروكرز اللي هما مزيانين، انا نصحتكم بهم، وراه الناس اللي ديجا خدامين بهاد البروكرز هادو راه يقدروا انهم يكتبوا لي في كومونتير باللي راه ديجا جربوهم ولقاو بانهم ثقه وشحال من حاجه. وحاجه اخرى بغيت نقولها لكم، راه عندي واحد لا فورماسيون بالنسبه للناس اللي يلاه بغاو يتعلموا التريدين، فورماسيون ديال الناس اللي يلاه بادين، وفورماسيون ديال الناس اللي ديجا بادين وبغاو استراتيجيه مزيانه. هاد الفورماسيون دي كنعاونك فيها مزيان باش انك تعرف كيفاش تريدي وامتى تريدي وامتى ما تريديش، وراه فيها بزاف ديال الدروس. ولا بغيتي الفيديو ديالها راه حطيته في يوتيوب. وبالنسبه للموضوع اللي بغيتي نهضر عليه كتبوا لي في كومونتير باش نهضر عليه في الفيديو الجاي. يلا دابا كان الاخوان وبيس.